معجزات جسم الإنسان. هيا بسرعة تعالوا في الحال قبل بداية الإرسال. قولوا للحاضر والغائب هيا إلى كوكب العجائب. أهلا أصحابنا اللي بيسمعونا من كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم فيروز وفراولة. في البداية حابين نشكركم جدا على رسائلكم الجميلة، وقلنا لازم نقراها معاكم. فرح بتقول الحقوني الحقوني. مالك يا فيروز، في ايه؟ نملة يا فراولة كانت هتطلع على ايدي. اهي واقفة قدامك اهي وبتبصلي. لا والنبي دي نملة يا فيروز، يعني مش حكاية. لا يا ستي دي ممكن تعضني. يا لهوي الحقي، ده في واحدة كمان جنبها. لا 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 أنا مش هعرف أكمل الحلقة. لا 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 يا فيروز، دول مش بيخوفوا خالص، دول حلوين قوي. بصي دول شكلهم بيتكلموا بعض. تلاقيهم بيتفقوا هيهجموا علينا ازاي. لا يا ريت كنا نقدر نسمعهم عشان تتأكدي إنهم مش أخدين بالهم مننا أصلا. تلاقيهم بيدوروا على أكل. يا ستي سيدنا سليمان عليه السلام بس هو اللي ربنا اداله القدرة دي وفهم كلامهم. تفتكري مثلا لو واحدة فيهم بتقول أنا جعان، هتقولها إزاي؟ أو عطشانة أو عايزة أنام. طيب بصي معايا كده، أنت شايفة بقهم بيتحرك ولا بيحركوا إيديهم ورجليهم زي لغة الإشارة؟ إيه ده؟ هي فيروز راحت فين؟ فيروز يا فيروز! عجيب كوكب العجائب. الحائز على المركز 23 في إتقان اللغة الزركونية الطالب سفروت كتكوت ملخبطوط. يتفضل لاستلام الشهادة. أنا متشكر جدا يا أستاذة زركونة، أنا في منتهى السعادة بعد ما خلصت دراسة اللغة الزركونية. شكرا ليكم على كل مجهودكم معانا. لا شكر على واجب يا سفروت. ألو فراولة، فيروز، سمعتوا اسمي وأنا بتكرم؟ أنا طلعت الثالث 20. أيوة يا سفروت، أنا سمعتك. ألف 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 مبروك. الفيروز مش معايا دلوقتي، هربانة من النملة. المهم بس إيه المركز 23 ده؟ حاجة حلوة ده يا سفروت. الله يبارك فيكي يا فراولة. طبعا أصل المراكز 19 الأولانيين محدش جابهم، سايبينهم فاضيين. كوكب العجايب بصحيح. ادعي لي بقى، بعد شوية هقول الكلمة بتاعتي وأنا خايف قوي. لا يا سفروت ما تقلقش، أنت ممتاز. بس أنا محتار، أقول 75 صفحة اللي كتبتهم ولا أقول 74 صفحة ونص بس؟ ايه ده كله يا سفروت؟ انت هتقرا لهم كتاب؟ قول كلمة بسيطة عشان تبقى مؤثرة عشان ما يزهقوش. المهم انت لازم تبدأ الفقرة بتاعتك دلوقتي عشان تعلم كل اللي بيسمعونا حاجة من اللغة الزركونية بقى. يلا بينا، قولوا ورايا: زركونيكا زركو شوفو زركو كيكو زركو فوفو زركانولو زركو ماهي زركو كيكو. ايه ده؟ ايه كل ده يا سفروت؟ معناه ايه؟ معناه أهلا. يا خبر، كل ده عشان اقول اهلا؟ بس انا مش عارفة اقول كل ده. طب استني كده، معدي جنبي شخص ممكن جدا يساعدك. يا أستاذ لسان، ازاي حضرتك؟ أهلا يا سفروت، ألف مبروك التخرج. أنا متشكر جدا على نصايحك وشرحك الرائع يا أستاذ. العفو يا سفروت، اوعى تنسى تراجع اللي درسته. ممكن حضرتك تشرح لفراولة واصحابنا اللي بيسمعونا في برنامج هيا ازاي يقولوا أهلا باللغة الزركونية؟ بس كده بسيطة خالص، قولوا ورايا: زركونيكا زركو شوفو زركو كيكو زركو فوفو زركانولو زركو ماي زركو كيكو. هم محتاجين تبسيط أكتر يا أستاذ لسان. مفهوم يا سفروت، بس الحقيقة وقتي مشغول جدا. أصل زي ما أنت عارف، غير إني أستاذ في قسم اللغة الزركونية، فأنا مسؤول عن خروج أصوات معينة زي صوت حرف التاء والطاء والدال واللام والنون وغيرهم، فمن غيري محدش هيعرف يتكلم. يعني النملة ما عندهاش لسان عشان كده مش بتتكلم زينا؟ سؤال ذكي يا فراولة. النملة ما عندهاش لسان زيي، عشان كده فعلا مش بتتكلم زي الإنسان، لكن ده مش السبب الوحيد. اللي بيخلي الإنسان يتكلم كذا حاجة ربنا عز وجل خلقهم للإنسان عشان يقدر يتكلم، أهمهم المخ أو العقل.
اللي بيه بيقدر يتعلم ويقلد الأصوات والحروف والكلمات، واللي مع كل كلمة عايزين ننطقها المخ بيدي أمر للسان والحنجرة والفك والأسنان والشفتين عشان يتحركوا مظبوط مع بعض ويطلعوا صوت الكلمة ده. ياه، كل ده عشان نقول كلمة واحدة؟ سبحان الله. بس النملة بتتكلم برضو بطريقة مختلفة، صح؟ طبعا النمل بيتكلم لغة خاصة بيه. مالك يا أستاذ لسان؟ بتتلوى كده ليه؟ أنت كويس؟ لا أبدا، أصل حسونة صحي وبيتكلم. حسونا مين يا أستاذ لسان؟ حسونة الإنسان اللي أنا أبقى لسانه. عجيب 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 عجيب. كوكب العجائب. أهلا بيكم أصدقائنا مرة تانية، ودلوقتي معادنا مع فقرة هتحبوها أوي، مفاجأة فريد محضرها لكم.